السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. اليوم جبت لكم الوصفة تاع شبح الصفراء، طاجين الحلو. كنت شاركتها معكم من قبل، يعني العام اللي فات، ولكن ما درتهاش بشبح الصفراء. وهذا العام وعدتكم يعني كي نطيبها راح نزيد نشارك معكم الوصفة. بسم الله على بركة الله. نبدأ هنا مع المقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت باش ما نطولش عليكم. جبت هذا القدر، حطيت فيه 2 كيلات نتاع ماء، عود نتاع قرفة بعد ما شللته مليح، وحطيت معاه كيلة سكر. 2 كيلات ماء، كيلة سكر، عود قرفة، مغرف كبيرة زبدة، ونغلق عليهم حتى نزيد لهم نجمة الأرض هذه ونغلق عليهم. بعد ما يغلاو نحسب 20 دقيقة، يعني ربع ساعة، ونضيف هذه الفواكه المجففة. حطيت هنا الزبيب والمشماش، وبعد ما حطيتهم في الماء يشمخوا وخليتهم كي يهزوا الغلية، زدت حسبت 15 دقيقة، وزدت ضفت شباح الصفراء مع العين بقرة. ومن بعد زدت لهم لافاني بعد ما نقصت شويه النار، يعني من الاول كانت ناقصه، حطيتها يعني قلبتها عفوا متوسطه. هنا زدت مغرف نتاع فاني، وحطيت فنجان نتاع ماء الزهر، خليتها ابتي فو، ومن بعد حسبت لها 10 دقائق يعني كي غلات، ومن بعد طفيت عليها. ومن بعد كي تطفيو عليها شويه هكا اي تولي وحدها يتقال لكم هذيك لاصوص نتاعها تختار. شوفوا كيفاه جاني ثقيل وعقد. جربوا هذه الوصفه بربي ان شاء الله راح تجيكم يعني ناجحه. نتمنى عجبتكم. ما تنسوش ديروا لنا الجيم والابوني، ومرحبا بالجدد في قناتي. دمتم في رعايه الله وحفظه.